كوريا الشمالية دولة مليانة بالمفاجآت والغرائب، منها الطريف ومنها العجيب ومنها المأساوي. تخيل كده إن يقتحم العشرات من جنود الجيش الكوري مدارس البنات اللي بتراوح أعمارهم ما بين 7 ل 15 سنة، والهدف من ده كله اختيار أعضاء فريق اسمه فريق المتعة. إيه هو الفريق ده؟ وإزاي بيتم اختيار أعضائه؟ وإيه هي المهام اللي بيقوم بيها؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. الحكاية بدأت في كوريا الشمالية في فترة السبعينات، لما زعيم كوريا الشمالية كيم إل سونج بدأ في تأسيس فريق كبير من البنات وسماه فريق المتعة. وبتكون مهمة الفريق ده هو إمتاع الرئيس والحاشية بتاعته. لما توفى زعيم كوريا الشمالية كيم إل سونج سنة 2011 اتولى ابنه كيم كونج الحكم، ووقف عمل فريق المتعة ده لمدة 3 سنين حدادا على والده، ورجع بعد كده أعاد تشكيل فريق المتعة تاني سنة 2015. تفاصيل الفريق ده مش كتيرة، وأغلب ما تم تسريبه عن فريق المتعة كانوا من بنات انشقوا عن الفريق ده وهربوا من البلد خالص كمان. ومنهم واحدة اسمها مي هيانج قالت إنها اتجندت في الفريق ده وهي سنها 15 سنة، وإن الجنود دخلوا مدرستها اللي كانت بتدرس فيها وفتشوا كل الطالبات اللي كانوا موجودين، وعزلوا كمان عدد من البنات اللي كانوا موجودين وهي كانت واحدة منهم، وبدأوا يسألوهم أسئلة شخصية مخجلة جدا. وبعد كده أخدوها هي وعدد من البنات اللي كانوا عازلينهم معاها عشان يضموهم لفريق المتعة وتبدأ مهامهم جوه الفريق، ولكنها انشقت عن الفريق وهربت لكوريا الجنوبية. وعلى حسب ما تم تسريبه كمان عن فريق المتعة إنه بيكون مكون من حوالي 2000 بنت تم اختيارهم بشكل دقيق جدا وعلى أعلى المستويات عن طريق عملية البحث بدوريات بيقوم بيها جنود الجيش الكوري بدخول المدارس والبحث في القرى والحقول. ولما بيشوفوا أي بنت جميلة ومطابقة للمواصفات بياخدوها على طول وبيضموها للفريق. وبعد ضم البنات للفريق بيتم فحص البنات دول، وأول فحص بيتم هو فحص كشف العذرية، لأن لازم أي بنت بتنضم لفريق المتعة لازم تكون عذراء. وبعد كده بيتم تدريبهم على كيفية إمتاع رئيس كوريا الشمالية والحاشية بتاعته. بيتم تقسيم فريق المتعة ل3 أقسام. أول قسم فريق الإرضاء، وده بيكون مهمته ممارسة الجنس مع الزعيم والحاشية بتاعته. القسم التاني بيكون للغناء والرقص. أما بقى الفريق التالت فده بيكون مهمته المساج. طبعا جنود الجيش الكوري بيعرفوا أهل البنات دي إن بناتهم بيأدوا مهمة لخدمة الزعيم، وطبعا الأهالي مش بيبقى ليهم أي قرار أو رأي أو اعتراض في الموضوع ده خالص، لأن أي حد بيعترض بيتم نفيه أو قتله. بيكون سن البنات اللي بيخدموا في فريق المتعة بيتراوح أعمارهم ما بين 5 و 17 سنة، وبيخدموا في الفريق ده لحد سن 25 سنة. وفي نهاية خدمتهم بتاخد كل واحدة منهم ما يوازي 4000 دولار وبعض الأجهزة المنزلية، وفي منهم بيتجوزوا ضباط في الجيش الكوري. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.